الخميس، جلس زيد بجانب جدته سلمى وهي تبخر البيت برائحة العود الزكية. سأل زيد: يا جدتي، لماذا تبدو هذه الليلة مختلفة وهادئة؟ ابتسمت الجدة سلمى وقالت: يا بني، لقد بدأت ليلة الجمعة وهي ليلة مباركة، يملئ الله فيها القلوب بالنور والسكينة لمن يذكر النبي المصطفى. أغمض زيد عينيه وبدأ يهمس: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قالت له الجدة سلمى: أتعلم يا زيد؟ كلما صليت على النبي مرة صلى الله عليك بها 10، ومسح عن قلبك هما ونورت دربك. تخيل زيد أن كل صلاة ينطق بها تتحول إلى عصفور من نور يطير في أرجاء غرفته. رفعت الجدة سلمى يديها إلى السماء وقالت: وفي ليلة الجمعة ويومها هناك ساعة لا يرد فيها الدعاء، فادعوا الله بما تحب. رفع زيد يديه الصغيرتين بجانب جدته ودعا الله أن يحفظ والداه وأن يبارك له في أصدقائه، وشعر كأن أبواب السماء مفتوحة لتسمع نبضات قلبه الصغير. قبل أن يخلد زيد إلى النوم أحس ببركة غريبة تملأ المكان، فوعد نفسه ألا ينسى أبدا كنز ليلة الجمعة. لقد تعلم أن الصلاة على النبي والدعاء هما مفاتيح السعادة. والآن يا أصدقائي الصغار، لا تنسوا أن تنيروا ليلتكم بالصلاة على النبي. وللمزيد من القصص الجميلة يسعدنا متابعتكم والاشتراك في قناتنا لتصلكم كل حكاياتنا الجديدة.